السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة في معرض الكتاب الدولي للكتاب. النهاردة هيعجبكم أول فيديو. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للفيديو. عاملين لكم فيديو النهاردة جميل قوي، بقالنا يومين بنصور فيه. ابتدى طبعا المهرجان من يوم 24 الجمعة، وبيفتح من 10 ل8. هنقول بقى في الفيديو النهاردة ازاي تروح وتذكرة الدخول وازاي تحجز التذكرة وكل حاجة. بس الأول بس ايه، نصلي على النبي كلنا كده. ويا رب يا رب الفيديو يعجبكم. هنقول لكم في أسعار برضو كتب هنقول لكم عليها. فيديو بجد جميل قوي، وإن شاء الله يعجب كل اللي معانا. وكل يوم احنا في مكان، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. طبعا، زي ما قلت لكم هو بيفتح من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 8. وطبعا مستمر لغاية يوم 5 فبراير. آه يعني يوم 5/2، عشان برضو طريقة الحجز انت ممكن تروح من هناك بتقطع تذكرة ب5 جنيه، او ممكن تروح او ممكن تحجز من على الرابط اللي انا هنزله لكم. بس بيكون ازيد، يعني بيكون 12 جنيه او 16 جنيه. برضو ده براحتك. طبعا في ناس كتير قوي بتسأل ازاي نروح. ممكن تروح في باصات كتير قوي بتبقى واقفة في رمسيس وفي التحرير وفي الدقي. دي في باصات بتبقى شغالة. ده الخط الأولاني بياخد من أول الدقي، وبعدين بيروح التحرير، وبعدين بيروح رمسيس، وبعد كده بيطلع على عينيه. تمام. وفي من الخط التاني برضو من المترو بتاع شبرا والمانيال، ده ممكن تنزل برضو محطة العتبة. في برضو من هناك بيقول المعرض، في برضو باصات بتقول كده. في باص بيخرج من عبد المنعم الرياض بيروح رمسيس والعباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير وبعدين معرض الكتاب. وفي واحد تاني من دوران شبرا وأحمد حلمي والعباسية ونادي السكة ومحور المشير ومعرض الكتاب. وفي من النزهة الجديدة وميدان الحجاز ومكرم عبيد ومصطفى النحاس بيروح المعرض. وفي بقى من الأميرية والمطرية وكلية البنات والحي السابع وحي السفارة برضه بيروح. وفي من الجيزة من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة والسيدة عائشة والاسطورات برضه بيروح هناك. وآخر واحد فيه من صقر القريش وكارفور المعادي والطريق الدائري. وبرضه في خط تالت كان مكتوب هناك المظلات والروكسي والوفاء والأمل ومحور المشي. برضه ده كل اللي أنا بقولكوا عليه الناس اللي هي بتسألني على الباصات. في برضه ميكروباصات بقى عادي من رمسيس ومن ألف مسكن ومن، يعني الحمد لله من كل حتة في القاهرة. برضو الناس اللي بتبقى جاية من أي أقاليم أو كده في ميدان رمسيس وفي عبود في ميكروباصات بيودي لغاية هناك. فهو ما شاء الله المواصلات بتاعته كتير. اللي جاي عادي بعربيته الخاص بعد المشير، بعد محور المشير تالت فتحة هتلاقوني في الفيديو هوريهولكوا بالظبط تخش ازاي. ازاي بقى المعرض. هوريكم بقى دلوقتي ازاي المعرض. هنطلع من بره ونشوف المعرض ازاي. يعني المكان بتاعه ازاي. هو هما 6 قاعات. كل قاعة فيها حوالي زيادة عن يعني 100,000 متر مثلا. ما شاء الله ما شاء الله. مفيش في المعرض مكشوف خالص، كله في القاعات. في معرض مثلا للتراث والآثار السعودي والأزهر. وفي معرض ده القاعة الأولى دي يعني القاعة الأولى مخصصة للتراث والأزهر والسعودي. القاعة التانية للناشرين بقى اللي هم العرب والكتب الأجنبية. والقاعة التالتة تبع كل الحاجات المصرية. يعني هتلاقي فيه حاجات كتير قوي ودي اللي فيها هدايا كتير قوي وكده. القاعة الرابعة كان فيها الأزهر، وكان فيها اسمه ايه ده كمان. هوريكم دلوقتي انا بصور برضو بالليل. القاعة الخامسة دي كل مخصصة للأطفال، دي جميلة قوي. برضو الناس اللي بتحب تجيب كتب الأطفال من 2 أو أكتر برضو جميلة قوي قوي قوي. في برضو القاعة الستة دي بقى اللي هي بتاعة الأزبكية. فيها حاجات بادئة من 5 جنيه لغاية، كل ده أنا مصوره. لو انتوا شايفين دلوقتي زي برضو في التصوير في برضو مدينة كده للأطفال، كيدز اريال جميلة قوي.
برضو دي انا على يميني، انا دلوقتي في النص واقف بالظبط. ده الكيدز اريال، على يميني اول قاعة وتاني قاعة، وعلى الشمال التانية والتالتة. زي ما انتوا شايفين ده كان في نهاية اليوم. بوريكم برضو الباصات بتبقى واقفة قدام البوابة بالظبط. طبعا هو مساحته طبعا كبيرة، بس عايز اقول لكم اليوم جميل قوي واتبسطنا فيه. زي ما انتوا شفتوا كده في برضو اماكن كتير للاكل. في كشري سيد حنفي، وفي اكل كتير قوي كذا مطعم، وفي برضو مشروبات كتير، وبرضو الاسعار حلوة، مفيش مش يعني مش سياحي وكده. في منطقة المطاعم دي في النص بين القاعة الأولى والقاعة التانية اللي على اليمين، والقاعة التالتة والقاعة الرابعة. القاعة الستة دي لوحدها خالص. دي المعرض ده طبعا ال56 من معرض الكتاب. طبعا سنة 25. مساحة المعرض 55,000 متر. طبعا زي ما قلت لكم 6 قاعات. هيبقى فيه حوالي 600 فعاليات متنوعة من برنامج الثقافي. طبعا الجهات الرسمية طبعا المصرية طبعا والعربية والأجنبية، والمشاركين في دار النشر حوالي أكتر من 1300 دار نشر. برضو ما شاء الله ما شاء الله، المعرض بصراحة السنة دي جميل قوي. السنة اللي فاتت كان وصل رقم قياسي، بس ان شاء الله السنة دي يبقى اكتر كمان. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا القناة بتاعتنا كل يوم بنبقى في مكان. النهاردة طبعا اتبسطنا قوي اللي احنا كنا في المعرض. برضو انت عايز تخش من اي بوابة براحتك، بس طبعا انا حبيت في نهاية الفيديو اوريكم اكتر مكان كان زحمة اللي هو بتاع الاطفال. ده كان فيه كتير قوي للهدايا، وكان فيه كتير قوي بلالين، وكان فيه كتير قوي توزيع كتب من اول 3 سنين. يعني بيقولك من اول 3 سنين او سنتين لغاية 7 سنين في كتب، وبعد كده في قسم تاني من 7 سنين لغاية 14 سنة أو 15 سنة. في برضو كتب جميلة قوي اللي هي برضو بتاعت الألوان والحاجات دي. ما شاء الله ما شاء الله. مفيش برضو الكتب بقى الكبيرة دي معمولة عليها تخفيضات غريبة. يعني في ناس كانت بتدور على كتب معينة، ومن كتر الكتب ما جميلة. برضو أنا جبت حاجات برضو بصراحة عجبتني قوي، اللي هي ده الجدول بتاع الصلاة، جميل قوي للأطفال، وجدول الصيام. وفي السلم والتعبان. جبت كذا حاجة كده بصراحة، هبقى أعمل لكم فيديو عليها لوحدها، وبرضو معمول عليهم تخفيض قوي وجميلة قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك، وإن شاء الله احنا عاملين بكرة فيديو بالتفاصيل كلها عن المعرض. وهيكون برضو معايا حد في الفيديو برضو أي سؤال عايز يسأل على أي حاجة أو كده. ودايما يا رب منورنا، ودايما يا رب في القناة كده. ولو أي حد إن شاء الله عايز يسأل على أي حاجة يبعت يكتب في الكومنتات، واحنا معاكم يا رب. اخر حاجة ان شاء الله ان شاء الله في برضو بيبقى حفلة كده، هنزل لكم الجداول بتاعة الحفلة اللي هي بتتعمل برا، واللي فيها العروض وكده. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين يا رب دايما. و... واخر حاجة برضو في الفيديو، زي ما انتوا شفتوا الاعلام دي اللي وزعوها، دي كان موزعينها على كل الاولاد اللي موجودين. برضو اعلام جميلة اوي من كل البلاد العربية، وفي برضو كذا